سل. هو عنيف رصيف من خمسة ده لدنا عند العزيز دي. الصيف يا جماعة لسه ما خلصش، يلا بينا نشوف المانجا في بلاد كتير، وبالذات في بلد اسمها تايلاند. دي بلد الفواكه، وبياكلوا الفواكه بطرق كتير وبيقطعوها بطرق كتير. لكن احنا برضو كمصريين عندنا الانواع بتاعتنا بتاعت المانجا وطرق اكل المانجا بتاعتنا، وبنحب اللغوصة والمصمصة. تعالوا بقى النهاردة نشوف طرق جميلة وسهلة لتقطيع وأكل المانجا من غير ولا لغوصة ولا تفايس. المانجا اللي هنستخدمها معاكم في فيديو النهاردة دي اسمها نعومي. دي بتبقى لونها برتقاني شوية كده، في أصفر في أخضر، ألوانها بتبقى جميلة. والطريقة دي يا جماعة عشان لو احنا عندنا ضيوف، أو لو في حد بيقرف من إن هو ياكل مانجا، أو لو احنا معزومين عند حد وعايزين نقدم لضيوفنا أكلة مانجا يعرفوا ياكلوها من غير ما يبهدلوا نفسهم أو يمصمصوا ويبوظوا هدومهم والكلام ده كله. فدي طريقة تقديم جميلة. كمان تستخدم لو احنا هنستخدم المانجا دي في تزيين اي تورتة او كيك عندنا او كنافة او كده. بتبقى سهلة جدا في التقديم، وكمان شكلها شيك، وتتاكل بالشوكة سهلة جدا من غير اي مصمصة ولا الكلام ده كله. دي بقى طريقة تانية برضو لتقطيع المانجا، نفس النوع برضو، مانجا اللي هي النعومي، جميلة جدا في الأكل ومليانة لحم، وزي الفكهانية ما بيقولوا كده بتتاكل بالشوكة والسكينة. احنا قطعنا المانجاية من نصها بالظبط كده، وطلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي بتتاكل بالمعلقة برضو على طول أكنها طبق، وبتبقى شكلها شيك جدا لو احنا نقدمها لضيوف، وكمان بتبقى جميلة في الأكل وسهلة. آخر طريقة معانا في فيديو النهاردة، نحاول برضو ما نطولش عليكم علشان الناس اللي بتزهق من الفيديوهات الطويلة. دي طريقة برضو لو احنا عايزين نقطعها مكعبات، او لو المانجا بتاعتنا ناشفة شوية. وكمان الطريقة دي بتستخدم لو احنا هنزين بيها طبق معين، او لو هنحطها فوق تورتة ونزينها بيها. بنقطع شريحة كده من المانجاية بالطول، وبعد كده بنجيبها نقطعها مربعات كده زي ما انتوا شايفينها، وبنفتحها كده زي الوردة، بتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بتبقى جميلة جدا في التقديم او في التزيين لو احنا هنزين بيها طبق او تورتاية. زي ما احنا شايفين. لو احنا مش هنزينها بنقطع المكعبات دي بالسكينة، بتبقى برضو سهلة في التقديم. شكرا وشرفتوني، واشوفكم في فيديو جديد مع المحاسب في المطبخ. دعمكم باللايك والشير هو اللي بيخلينا نكمل. دوس لايك واشترك في القناة.